وهاي الأكلة كلش طيبة ومحبوبة، وخصوصا من أهلنا أهل الجنوب، اللي هي اليمية الدجاج. خليكم وياي خطوة بخطوة راح نسويها سوا وبأسهل طريقة وأطيب طعام. بصل وبتيتا مقطعين شرائح ومجموعة بهارات راح أكتبها لكم أسفل الفيديو، نضيفهم بالجدر. عندي هنا 5 قطع من أفخاذ الدجاج مغسولات كل زين، راح نخليهم بالجدر، نخليهم على نار عالية حتى يتحمصون. ورا ما تحمصوا نضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. هنا عندي نصف كيلو رز منقوع ومغسول، نضيف عليه مي بحيث يغطيه، ملعقة صغيرة ملح. وهنا بعد نصف ساعة نضيف نوم بصرة، نغطيه ونخليه على نار هادئة. جيت اشوف الرز ولقيته كلش مستوي، صاير نثري. بنفس الوقت عندي الأفخاذ مستوي. في الصينية نثرت 5 قرص خبز، نضيف عليهم سوب الدجاج، نحركه كل زين حتى نتأكد من ان السوب توزع في مكان. نضيف التمن، ناخذ قطع الدجاج ونوزعها بالصينية بهذا الشكل. وهنا عندي شرائح البوتيتا راح اصفطها بالنص وزينتها بالشعرية بهذا الشكل. والشكل صار كلش حلو. وهنا عندي الدجاج يتفتت بالايد. جربوها وانطوني رأيكم وبالعافية عليكم.